السلام عليكم، عساكم بخير إن شاء الله. معكم مصطفى بصالح. الفيديو هالمرة راح يكون باللغة الخليجية، يعني خليجي على مصري على لبناني. المهم أخواتنا البنات في دول الخليج ومصر راح يفهموني وراح توصل الفكرة إن شاء الله. وبالنسبة لأخواتنا الجزائريات وحبيبات المغربيات والتونسيات وما جوارهما، أظن بل وأكاد أجزم أنكم راح تفهموا كلامي، لأنه إحنا بنفهم جميع اللهجات الشرقية والخليجية واللبنانية، لأنه كبرنا على أفلام عادل إمام، فاتن حمامة، عمر الشريف، نور الشريف إلى آخره. ورغم أنه هذا الفيديو موجه للمرأة الخليجية، إلا أنه حتى النساء المغربيات راح يستفيدون من كلامي، لأنه مو كل المغربيات ساحرات. في نساء ولا تعرف شيء عن الرجل ولا كيف تتصرف معه. فعلى كل حال هذا الفيديو للجميع، أما بالأخص هو هدية للمرأة الخليجية. وزي ما قلت في نساء مغربيات ما يعرفون ولا يفقهون شيء في التعامل مع الرجل. وعلى فكرة أنا ضد إنه الواحد يصير يعمم. مثلا هناك كلام رائج يقول إنه المغربيات أجمل نساء الكون. أنا لا أتفق، وأنا عايز أعرف مين العبيط ابن العبيط اللي اخترع الكلام هذا. أي نعم صحيح، المغربية جميلة وأنيقة وحلوة، وإذا سوت لك أكلة تاكل صوابعك وراها، بس مو لدرجة نقول عنها أجمل نساء العالم. طيب إذا قلنا أجمل نساء الكون، وين نسينا اللبنانيات والسوريات؟ الله على السوريات وجمال كلام السوريات. وين خلينا الروسيات والإيطاليات والبرازيليات؟ وعلى فكرة أروع جسم هو عند البرازيليات، أجمل جسم وأجمل مؤخرة، وسبحان الله طبيعي لا تجميل ولا شيء. والبرازيليات يضرب بهما المثل، حتى إذا في بنت عايزة تسوي عملية تجميل تروح لدكتور تقول له أبي أسوي مؤخرة برازيلية. لذلك بليز ما نعمم أرجوكم. يعني مثلا ينفع نقول الرجل المغربي أجمل رجال الكون؟ لا ما ينفع. طيب وين تركنا الرجل الباكستاني والإيطالي؟ والرجل الإيطالي أناقة بعد، مو بس جمال. والرجل الإسباني، يعني ما يجوز التعميم. نسيت، والمرأة الجزائرية ما شاء الله عليهم. وعلى فكرة عندهم ولاية في الجزائر نساؤهم سبحان الله تشوفهم كأنهم أوروبيات، شعر أشقر وعيون خضراء وزرقاء وبياض وجمال سبحان الله. أما بالنسبة للخليجية هي عشقي منذ الطفولة، من مراهقتي وشبابي، وأنا كنت دايما منبهر بجمال الخليجية ورقي المرأة الخليجية وثقافة المرأة الخليجية. أنا زمان حتى قبل ما أسوي قناة على اليوتيوب كنت بتفرج على مسلسلات خليجية بس عشان المرأة الخليجية، أشوفها كيف تتكلم، كيف تمشي، قصة شعرها، رقتها، حنانها، أنوثتها الطاغية، ولون جسمها القمحي الحلو، وكلامها وشفايفها وصوتها الفخم الجميل. بس تسمع والله تسرح لعالم تاني. فكنت دايما منبهر ومشدود لهذه المرأة الساحرة الفاتنة، لهذا الجمال العربي الأصيل. فبعدين صرت أسمع كلام صراحة ضايقني جدا ونرفزني كتير، إنه الرجل الخليجي يترك زوجته وحبيبته ويجي عند المغربية، والمرأة الخليجية مسكينة تضل تعمل مقارنات بينها وبين المغربية، وصارت حرب كلامية. حتى إنه اشتهر كلام عن المغربية أنها ساحرة ومشعوذة وتروح لدجالين عشان تسحر الرجل وتوقع في حبها. فضللت أبحث وأتساءل ليش؟ شو السر؟ شو الموضوع؟ ولأني أنا أحب المرأة الخليجية وأريدها تكون سعيدة وأريدها ما تخسر جوزها وحبيبها، ضللت أبحث وأبحث وأتساءل، يعني هذا الرجل الخليجي غبي ولا حمار ولا ما عنده دوق؟ معقول حدا يترك كل هذا الجمال والرقة والجسم الحلو والثقافة العالية ويجي عند المغربية؟ شو السر؟ عن جد مصطفى حبيبي شو السر؟ حبيبتي عمري انت اليوم وبعد سنوات من البحث اكتشفت اكتشافا عظيما جدا،
وجبت لك السر الخطير. وانا الحين عندي التعويذة اللي تستعملها المغربية وكيف تسوي السحر. شو هو هذا السحر؟ جبت لك اليوم يا عزيزتي الخليجية أسرار ستسمعينها لأول مرة، لهذا أريدك تركزين معي أكثر وتفتحين رجلك، أقصد ودانك. افتحي ودانك واسمعي زين الكلام اللي راح أقوله، لأنه الكلام هذا ولا عمرك راح تسمعيه في مكان تاني. انت الحين بين يديك كنز عظيم، فأرجوك لا تستهيني بهذا الفيديو. خلينا أول شيء نتكلم عن علاقة المرأة الخليجية بزوجها أو حبيبها الخليجي. تحس كده سبحان الله إنه أخوها مو زوجها. المرأة الخليجية رغم جسمها الحلو وأنوثتها إلا إنها ناشفة. تحس كأنها إذا قالت لزوجها كلام حلو أو اتدلعت عليه كأنها سوت شيء غلط. تفكر كتير، على طول عقلها شغال ويحلل، أسوي هالحركة لا ما أسويها، أعمل كده لا راح يقول عني كده، فتظل مترددة جدا. يعني كأنه كائن آخر يعيش في جسد أنثى. يعني ما تحب تسوي حركات أنثوية، ما تحب أنها تبرز أنوثتها. تخيلوا معي لدرجة أنها تقول لك أنا ما ناعم صوتي، لا حرام، لازم صوتي يكون خاشن شوي، لا ما أتمشى بأنوثة، شو يقولون عني، لا ما أرقص لزوجي، شو أنا رقاصة؟ إذا يريد رقاصة يروح لليوتيوب ويتفرج على رقاصة. لا أنا ما أقول له كلام حلو وهو اللي لازم يقول، وحتى أصلا مو لازم يقول، أنا عادي ما عندي مشكل. أما بالنسبة لغرفة النوم فحدث ولا حرج، ما تريد تسوي ولا شيء. هي فكرتها عن الجنس إنه القضيب يدخل في الكس وخلاص خلصنا على كده، وأي شيء تاني وأي اقتراح ما ترضى به، وتسوي لك قصة ورواية وغضب، حتى إنها تهددك بالطلاق. يعني تخيل إنه في نساء خليجيات تقرف من البوس، يعني مستحيل تبوس من الفم، ما تحب البوس ومص اللسان وهالحركات. أما زوجها إذا قال لها مصي قضيبي يا ويلي راح فيها المسكين، مستحيل تسويها. شنو؟ أنا أمص قضيبك؟ شو تقول أنت صاحي؟ قم روح خد لك دش وتعال نام، نامت عليك حيطة. قال مص قضيبه، قال والله لجيب سكين وقطعه تقطيع. استحي على وجهك، تستهبل أنت؟ أنا زوجتك مو قحبة جايبها من الشارع. أنت نسيت أنا مين؟ أنا حفصة بنت جصة الحمدان بن سعدان. وهو المسكين يقول لها خلاص يا حبيبتي خلاص، الله يقطع هاليوم اللي فكرتنيكك فيه. شي تقول؟ ولا شيء، نامي قاتك البالة في شكلك وانت شبه صاحبي. يعني المرأة الخليجية تحس إنه الرجل إذا بده ينيكها كأنه يعتدي عليها، كأنه كرامتها ما تسمح لها تسوي أشياء. يعني تفكيرها غريب، تحس إنه جسدها ما تريد تعطيه لها حد، حتى زوجها، وإذا أعطت الجسد ما تزيد ولا شيء. يعني دخل قضيبك في كسي وخلص وخلينا ننام، انسى شيء اسمه بوس ولحس ووضعيات وحركات وسيناريوهات، انسى يا حبيبي. المرأة الخليجية لما تدخل غرفة النوم تدخل معاها عقلها، وانا دايما اقول اذا حضر العقل في غرفة النوم راحت الرغبة والشهوة والحب والرومانسية. لازم يا عزيزتي إذا تريدي تدخلي غرفة النوم لازم تتركي عقلك برا، ولازم تتخلصي من كل المعتقدات والبرمجات اللي تلقيتيها عبر حياتك وطفولتك. الزمن تغير والوقت تطورت جدا، والنيك صار له أشكال وألوان وأنواع وحركات ولمسات وهمسات وسيناريوهات وكلام وجمل خاصة وحركات جديدة. النيك مو زي ما انت فاهمة. افتح رجولك وأدخل قضيبي بس، لا مو كده أبدا. طيب حبيبي مصطفى شو أسوي؟ زوجي بيضيع مني، كل شهر رايح جاي للمغرب، حتى سمعت إنه اشترى لحبيبته المغربية شقة هناك بيروح عندها كل شهر. أرجوش مصطفى قل لي شو السر المغربية؟ شو يسوون لهذا الرجل حتى يصير كده هايم بيها وميت في دباديبها؟ تدللي حبيبتي، راح أوريكي وأقول لك كل شيء. صلي على النبي. المغربية ما هي بأجمل منك ولا أحسن منك ولا أفضل منك، ولا تصدقين الكلام اللي ينقال إنه أجمل النساء الكون وهالخرابيط. لا، شوفي عزيزتي، منذ قديم الأزل وإحنا عارفين إنه الرجل تغلب عليه شهوته، وكل النساء عبر العصور سحروا الرجل وملكوه بس عن طريق عرفوا كيف يتحكموا في شهوته. مثلا كليوباترا
والكثير من الجميلات عبر التاريخ. ده حتى سيدنا آدم خلقه الله في الجنة. انت عارفة يعني ايه جنة؟ يعني اي شيء تريدينه موجود، واي شيء تطلبينه يجيك على طول. ورغم ذلك حس سيدنا آدم بالملل والقنوط، فخلق الله له حواء اللي هي زوجته. خلقها الله ساحرة وجميلة وعندها كل العلوم والحكمة وفنون الجنس. وعلى فكرة احنا في المغرب نقول للنيك الحواء، ناك زوجته يعني حواء زوجته. حتى كلمة النيك واخدينها احنا من أمنا حواء، ناك يعني حواء. فكذلك أنت كأنثى استمدي طاقتك وقوتك من أمنا حواء، دي هي أمك، اتصلي بيها، خدي طاقتها. وعلى فكرة المرأة كل العلوم في داخلها وكل الأسرار عندك، انتوا بس انفصلتوا عن أنوثتكم، بس تتصلون وتتحدون مع أنوثتكم راح تنزل عليكم كل العلوم والحكم والرومانسية والكلام الحلو، لأنه إحنا ما نحتاج نتعلم شيء، كل شيء بداخلنا. وعلى فكرة الله راح يحاسبك على سحرك وجمالك إذا ما استخدمتيهم في إغواء الرجل، لأن الله خلقك كده جميلة وجسمك حلو وصوتك حلو عشان يشوف إبداع وعظمته فيكي. فكوني مبدعة عشان ربنا يفرح بيكي. نعمي صوتك، ما تخجلي من أنوثتك، ارقصي، غني، سوي كل الأفعال الأنثوية عشان انت أنثى، ربنا خلقك أنثى، يريد يشوفك أنثى. فالمغربية تستخدم ذكائها وعرفت من أين تؤكل الكتف، وتعلمت السر ونشرت سحرها وتحكمت في شهوة الرجل، وعرفت كيف تلبي لها رغبته، مو بس تلبي لها رغبته بل وتتفنن في ذلك. يعني مثلا شو هي الأشياء اللي تسويها المغربية؟ أول شيء تستخدم صوتها وتتكلم بطريقة مغرية، يعني بس تسمع صوتها فيه نشوة، فيه لذة، بس يسمع الرجل على طول قضيبه يوقف. ثاني شيء منفتحة وتحب تجرب أشياء جديدة، متحررة، تحب تسوي كل شيء وتسويه بمتعة وبكل إتقان. يعني أنا أذكر مرة امرأة خليجية أخذت معي استشارة وقالت لي أنا مصدومة، أنا راح جن، أنا عايزة أتطلق. يا حبيبتي شوي شوي، قولي لي إيش في، على إيه ده كله، احكي لي شو الموضوع. فتقول لي إنه زوجها طلب منها تكون هي المسيطرة عليه وهو يكون خاضع لها ويكون كلبها، يعني يلحس رجولها، تكون متحكمة فيه. هذا الشيء بشكل لها متعة. أيوة، وبعدين انتي شو سويتي؟ قالت لي صرخت عليه واتضربنا لين الصبح، حتى إني هددت أروح بيت أبوي وأطلب الطلاق وأفضحه. طيب تخيلوا معي هذا الرجل سوت له زوجته كده، في رأيكم شو راح يسوي؟ راح يعتذر لها ويطايب خاطرها بكلمتين وبهدية وخلاص يرجعوا لحياتهم الطبيعية ويرجعوا لحياتهم الجنسية المملة. هي تفتح رجلها، هو يدخل قضيبه يجيبه وينام. بس هذا الرجل لسه في داخله هذه الرغبة وتكبر وتزيد يوم عن يوم، لين مرة إجا ربعه واقترح عليه يروحوا يزوروا المغرب. صاحبه هذا شجعه كتير، قال له يلا نروح المغرب، بلد جميل، في أماكن حلوة للسهر وفي بنات يهبلوا تخليك طاير في السماء. فراح هذا الرجل أخذ إجازة من شغله وقال لزوجته أنا مسافر لشغل في دولة ما، ودع زوجته وركب الطيارة. ولما نزل في مطار المغرب حس إحساس حلو جدا، حس براحة تغمر جسده كأن صدره كان مخنوق. ولما نزل في مطار المغرب حس بفرحة ونشوة. ويوم عن يوم في المغرب تعرف على بنت في الثلاثينات من عمرها، وهذه البنت من طريقة لبسها وشعرها وجسمها جذبته كتير. راح يتعرف عليها وصاروا يتكلموا كتير في التليفون، تعرفوا على بعض وعزمها على العشاء. وبعد العشاء راحت معاه للفيلا اللي هو ساكن فيها، جلسوا يحكوا مع بعض، كلمة من هنا على كلمة من هنا. وهذه البنت المغربية بسرعة حللت شخصيته وعرفت أي نوع من الرجال هو وشو يريد بالضبط. وهذا الشيء اللي يعجبني في المغربيات، ذكيات جدا، كأنك جالس مع محقق شرطة، بس تتكلم تفهمك على طول وتحلل شخصيتك. فهي فهمت من شخصيته، من طريقة كلامه، من جلسته ولغة جسده، أنه يحب المرأة المسيطرة، يعني يحب يكون خاضع ويستمتع، يكون
كلبها المطيع. فتخيلوا معي كيف كانت ليلته مع هذه المغربية، كان طاير من المتعة واستمتع معاها بالجنس إلى أقصى درجة، وهرمون الدوبامين عنده صعد إلى أعلى مستوياته، فصار مدمن عليها. لأنه زي ما كلنا عارفين هرمون الدوبامين هذا يسبب الإدمان، لأنه هو هرمون السعادة، فأي شيء يسبب لنا السعادة نصير مدمنين عليه، وكل فترة وفترة نريد نحصل جرعة من هذا الدوبامين. فالمغربية فهمت هذا الشيء وعرفت إنه هو هذا السحر الخطير، عشان كده ضلت تبدع وتخترع أشياء جديدة في النيك، وكل مرة ملابس شكل وطريقة جديدة ورقصة جديدة وسيناريو جديد، وكل مرة تبدع أكتر فأكتر، لين صار الرجل الخليجي مدمن عليها. فلما يرجع لبلاده يصير عقله مشغول بها ويفكر فيها ليل ونهار، ويتذكر المتعة اللي حس بيها معاها، حتى إنه يمارس مع نفسه وهو يتخيلها، لين يلاقي فرصة سفر تانية ويجي لعندها طاير ويمطرها بالفلوس والهدايا القيمة، حتى إنه يشتري لها شقة ويدلعها على الآخر عشان يضمن إنها تضل معه وما تتخلى عنه، لأنه المتعة اللي تعطيه ما لها مثيل أبدا، وأول مرة في حياته يحس بهذا الشيء. لذلك عزيزتي الخليجية، الموضوع بكل اختصار ما في لا سحر ولا شيء، السر الوحيد هو إنه المغربية بتسوي أكلة حلوة ولذيذة وبتشبع زوجك في كرشه وفي زبه. وشيء تاني بتسويه المغربية إنها بتنيك زوجك، أيوة زي ما سمعتي بتنيكو، تلبس زب صناعي وتنيكو، لأنه في رجال يحب يتناك من المرأة، وهذا لا يعني إنه مو رجال، لا، هذه متعته. وزي ما قلت لك المغربية منفتحة ومتحررة وبتسوي كل شيء بحب وبمتعة وما تحكم على الشخص، مو زيك انت تضل تحكمي عليه وتهدديه وتهينيه بكلامك الجارح وتقولي له أنا عايزة رجال مو زيك انت، شو يعني هنيكك أو أمص زبك أو تصير كلبي، انت إنسان مريض روح عالج نفسك. فخلاص لما تقولين له كده بيروح المغرب ويعالج نفسه، وأحلى علاج بيسويه بيحصل واحدة تنيكو ويكون كلبها ويدلعها ويحبها، وانتي اجلسي حط ايدك على خدك. يا غبية افهمي ايش فيها اذا زوجك عايزك تنيكيه، نيكيه. ايش فيها اذا زوجك عايز يصير كلبك، خليه يكون كلبك. ايش فيها اذا عايز يصير خادع لك، ليش ما تدلعيه انتي وتنيكيه انتي بدل ما تنيكوا واحدة تانية؟ ليش ما تمثلي معه دور القحبة وتتقنيه ومثلي جميع الادوار وتمتعيه؟ بكده يصير يعبدك مو بس يحبك. بس هذا الايجو مالك هو اللي خرب عيشتك، وهذه المعتقدات الفارغة اللي عندك هي اللي خربت زواجك وعلاقتك الجنسية. يا حبيبتي لما تدخلي غرفة النوم مع زوجك انسي كل المعتقدات والبرمجات، كوني منفتحة واستمتعي بكل شيء، جربي أشياء جديدة. احنا أصلا يجينا لهذه الحياة عشان نجرب، الروح دخلت لهذا الجسد عشان تستمتع وتجرب، الروح تحب الخفة والمتعة، بس العقل بيحرمها من هذا الشيء، يضل يفكر ويفكر ويصعب عليك الأمور ويحكم ويحلل. بليز وقفي عقلك وخلي روحك هي اللي تقودك. اجلسي مع زوجك اتكلموا، شوفي شو يريد، تكلموا في النيك، سووا أفكار جديدة، استمتعوا ودلعوا بعضكم، بدل ما يمسك طيارة ويروح المغرب. هذه الفلوس انت أولى فيها، يعطيك انت إياها ويدلعك بيها ويشتري لك انت الهدايا ويطلعك ويفسحك. الرجل سهل جدا ومفهوم جدا، انت بس لازم تكوني أنثى، اتصلي بأنوثتك وشوفي كيف راح تتصلح الأمور. وأرجوش حبيبتي لا تضل تعملي مقارنات بينك وبين المغربية، ترى المغربية ما فايتاك بشيء، المغربية زي ما قلت لك بس تسوي شيء واحد، تنيك زوجك، تمص زبه، تمص فقحته، فتحة طيزه تلحسها بلسانها، وإذا عنده سيناريو يصير كلبها بتخليه يكون كلبها وتدلعه آخر دلع. أنا ليش بركز أكتر على موضوع إنه الرجل يكون كلبها؟ لأنه أغلب الرجال الحين صاروا يحبوا هذه التجربة جدا،
جدا، يحب يكون خادع ومدلول قدام ملكته اللي هي انت. فاذا سويتي له هذا الشيء واتقنتيه صار عبدا بين يديك. اخر شيء عزيزتي، حاولي تفتحي عقلك، ما تخليه مسكر، ما راح تخسري شيء. جربي أشياء جديدة، استمتعي، تلذذي، اتصلي أكثر بجانبك الأنثوي وتصالحي كذلك مع جانبك المظلم. لا تقمعيه، أنت كذلك عندك رغبات وشهوات وأفكار وسيناريوهات، لا تكبتيها، خليها تطلع للوجود وعيشيها واستمتعي فيها. هذا هو سحر المغربيات. وللمزيد من المعلومات والأسرار تقدرين تتواصلين معي عبر الواتساب للاستشارات الخاصة عشان نتكلم أكثر على راحتنا ونسولف أكثر ونتعمق في الموضوع أكثر وأفهمك أشياء وأمور ما راح أقدر أقولها هنا. حتى إنه ممكن نسوي سيناريوهات أنا وإنتي وتمثيل عشان توصل الفكرة أكثر. رقمي للواتساب موجود على الفيديو وتحت الفيديو في صندوق الوصف. الرقم هو رمز الدولة زائد 212 6 34 15 40 75. مشكورة حبيبتي على حسن الاستماع والمتابعة. دامت لك الأفراح والمسرات. كان معك حبيبك مصطفى بصالح. في أمان الله. باي باي.